معجزات بلد التاريخ، ولذلك أنت بحق تشاهد تاريخا يصنع. تشاهد المصري وهو يفتتح مبنى عظيم وهو يقول للعالم ها أنا ذا. ولذلك يا سادة لا يجب أن تكون هذه هي النهاية، هذه هي مجرد البداية. عندما تفتتح المتحف بعد ساعة ونص هذه بدايتك. خد حقك بقى يا أخي. أجدادك الفراعنة ادوك هدية من 5000 سنة. قاعد أنت تاكل وتشرب وتنام على 5000 سنة دول، على الهدية دي. ريح أكتر من قناة السويس، أكتر من أي حاجة. قال لك خد دي يا حبيبي وعيش حياتك. الآن يأتي أجدادك ويجددوا العهد والوعد. اتفضل حضرتك متحف مصر الكبير، هذه هي هدية أجدادك لك مرة أخرى. استغل بقى، خلي عندك طموح وما تبقاش طموحلس. هذه ليست النهاية. اوعى تفتكر انه بافتتاح المتحف اليوم نجلس بقى ونقول قد انجزنا، ايوه نعم انجزت، قد عملنا، ايوه نعم قد عملت، قد صرفنا، ايوه نعم قد صرفت. ولكن اين الاستثمار؟ اين الاستفادة؟ اين التحقق؟ خد حقك. لما اقول لك النهارده ان انت يعني لغايه من كام شهر عامل في ال9 شهور الاولانيه من السنه عامل 15 مليون زائر. زائر، مش هقول سائح، يعني لو سياح يبقوا 12، لان هناك زوار اخرين ليسوا سياحا. ولكن لو اتكلمنا على 15 مليون، قل لي بربك، قل لي يعني بحق احمس وحورس ونفتيس وكل الاسماء، انت مصر فوقك 15 مليون سايح. يا راجل يا راجل، خلاص انت فتحت المتحف بقى. ال 15 مليون دول لازم يكونوا في التاريخ، ينضموا الى الارقام التاريخيه. احنا كنا قاعدين في 2010 بنتكلم على 12 مليون سايح. اليونان اللي عندها 30 ولا 35 مليون، في عندها ايه؟ تركيا اللي عندها 30 ولا 35 مليون، هي عندها ايه؟ بعض الدول العربية في المغرب العربي التي وصلت إلى رقم السياحة بتاعتك وأكثر، عندها إمكانيات وعندها كل شيء. ولكن أنت عندك أيضا ال15 دول يجب أن تكون طموحا طماعا. أنا عايزهم 30، أنا عايزهم 35. بتقول لي السياحة مدخلاني 14 مليار دولار. يا راجل، امبارح حسام طلعت مصطفى وهو بيتكلم قال لك احنا عندنا غرف فندقيه وصلت 1000 دولار و1200 دولار. طيب يلا بقى اجمع، خذ حقك. انت سياحه شاطئيه عندك، سياحه تاريخيه عندك، سياحه دينيه عندك، سياحه طبيه عندك، شعب مضياف عظيم عندك، جو عظيم طول السنه عندك. يا راجل ده انت اي بلد. انا كنت في لندن من كام يوم، برد رصاص مطره فظيعه، انما الناس ايه؟ اجل ملكك يا مالك. الناس زحمه في المحلات وفي المطاعم وكل حاجه بطوابير، ومش سيزن. يعني سيزن المفروض جاي الايام الجايه كريسماس. الناس دي يا جماعه دول بيتكلموا على 65 مليون سايح وحاجات كده. انت بقى النهارده